أحبائي متابعي قناة المدرج الأهلاوي، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة ولقاء جديد، بس في الأول اللايك الجميل والاشتراك الأجمل علشان نقدر نستمر معاكم. وهتنزلوا في الوصف هتلاقوا لينك الحلقة بتكلم فيها عن أول بطولة دخلت دولاب النادي الأهلي، يا ريت تبصوا عليها. ويلا بينا على الحلقة. النهارده طلع وظهر علينا اشرف بن شرقي في التدريبات الرئيسيه للنادي الاهلي، وشارك في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي بعد ما تعافى من الاصابه، بس ممكن يلعب ماتش غزل المحله اللي جاي، ده اللي هيحدده الجهاز الطبي. وكمان كان موجود اشرف داري في التدريبات الجماعيه، وشارك في جزء بسيط خالص بعد ما عدى برنامج العلاج الطبيعي ووصل لمرحله التاهيل البدني. والجهاز الطبي هيخلوه يخضع لفحص طب تاني علشان يتاكدوا انه تعافى تماما قبل ما تتم مشاركته في التدريبات الجماعيه. ولسه مكملين في ملف الاصابات، وخصوصا مع الثلاثي المغربي للنادي الاهلي. وكشف الاستاذ محسن معادي وكيل اعمال اللاعب يحيى عطيه الله على قناه ام بي سي مصر، وقال ان يحيى عطيه الله بيتدرب بشكل فردي ولسه قدامه من 3 اسابيع لحد شهر علشان يرجع تاني للمشاركه في التدريبات الجماعيه. وبالنسبه لبند تفعيل بند الشراء، رد وقال ان النادي الاهلي ما طلبش تفعيل بند الشراء، بس لو النادي الاهلي طلب اكيد هيكون ليه الاولويه، وخصوصا انه موجود مع اشرف داري واشرف بن شرقي ورضا سليم، ودي حاجه مخليه مبسوط ومرتاح لوجوده في النادي الاهلي. ونتنقل دلوقتي لياسر ابراهيم بعد ما اتصف العضله الخلفيه، والنادي الاهلي هيستعيد خدماته تاني لسه بعد حوالي 3 اسابيع، لعل والعسى انه يلحق ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي واللي هيتلعب يوم 22/2. ونخرج من ملف الاصابات لملف الصفقات. وطبعا كلنا سمعنا عن مفاوضات النادي الاهلي مع اللاعب رشاد المتولي علشان يضمه في الانتقالات الشتويه، بس الحقيقه ان النادي الاهلي ما طلبش اللاعب، وكل اللي طلبه النادي الاهلي من نادي بتروجيت انه استفسر عن مده عقده والحاله الفنيه ليه مع الفريق في الموسم اللي فات. وبالعقل كده، ما هو النادي الاهلي كان لسه في مفاوضات مع نادي بتروجيت من فتره قريبه وضم اللاعب احمد رضا، ولو كان عايز يضم رشاد المتولي اكيد كان هيتفاوض على الاثنين لعيبه مش لاعب واحد بس. وللعلم هو لاعب كويس ومهاري جدا، واكيد في وقت قريب هنشوف منافسه من الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز علشان يتعاقدوا معاه. وكده خلاص النادي الاهلي اكتفى بالصفقات اللي اتعاقد معاها، لان كل الكلام كان على التعاقد مع لاعب اجنبي في مركز الجناح، وده لو كان تم كان علي معلول هيبقى خارج النادي الاهلي. بس اللي حصل ان علي معلول اتأيد في القائمه المحليه والقائمه الافريقيه، واكتمل خلاص كده الخماسي الاجنبي للنادي الاهلي، وهم علي معلول واشرف بن شرقي واشرف داري وجرادي شار ويحيى عطيه الله. وبالنسبه للصفقات المحليه النادي الاهلي اكتفى بمصطفى العش واحمد رضا، ومفيش اي مفاوضات تانية مع اي لاعب محلي، وده كلام اكيد. وهنا وصلنا لنهايه الحلقه، بس استنونا في حلقات تانية ومعلومات اكتر. بس يا ريت دعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.